الأمان بالنسبة لك إيه؟ رصيد في البنك ولا بيت تمليك؟ طب إيه رأيك في واحد قرر يصفر حسابه في الأرض تماما عشان يفتح حساب غير محدود في السماء؟ يوم جيش العسرة سيدنا عمر بن الخطاب قرر يسبق سيدنا أبو بكر، جاب نص ثروته وحطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم وهو فخور، لكن الصدمة كانت لما دخل سيدنا أبو بكر ومعاه كل فلوسه، ما سابش في بيته ولا مليم. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال يوقف القلب: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ سيدنا أبو بكر رد بكل يقين وهدوء وثقة مرعبة: أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا أبو بكر ما كانش سايبهم فقراء، ده كان سايب لهم صاحب الملك اللي عنده خزائن السماوات والأرض نفسه. يقينه كان بيقول له اللي معاه ربنا مستحيل يحتاج لخلقه. سيدنا عمر لما شاف ليفل اليقين ده استسلم وقال: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. الدرس النهاردة يا بطل بقى مش إننا بنقول لك طلع كل فلوسك، الدرس بنقول لك إنك ما تخافش من بكرة طول ما رب بكرة معاك. دي كانت حكاية يقين عن اللي صدق الله فصدقه الله.